لكن الموقف الشعب المغربي كان مختلف تماما. الناس كلها أغلبيتها، عشان نكون دقيقين، ترفض التطبيع. أغلبية هذا الشعب الرائع، الشعب المغربي، والذي لا يستطيع أحد أن يشكك في وطنيته وإخلاصه، رفض هذا التطبيع. رفض شعب كبير وصدمة، خلونا نسميها كده. سيدة مغربية أحست بصدمة كبيرة جدا. السلام عليكم خوتنا المغاربه، خوتنا المغربيات. كما كتشوفوا هذا النهار 11/12/2020 بس اكفس يوم في حياتي انا بعدا، لانني عمرني ما كنت كنظن اننا نكونوا حنا من بين الخونه اللي غادي يخونوا المسجد الاقصى ويخونوا القدس ويخونوا فلسطين، يخونوا خوتنا الفلسطينيين اللي كانوا كيحبونا وواضعين فينا الثقه. احنا المغاربه عندنا باب المغاربه في القدس، عندنا بيت مال القدس. يعني احنا من الناس اللي كانوا كيدافعوا على فلسطين، الناس اللي كانوا كيدافعوا على القدس. نجيو احنا هذا النهار نخونوهم ونقول لهم سمحوا لنا، راه الصحراء المغربيه ديالنا خصنا حنا نرجعوا الصحراء الغربيه ديالنا. ما يمكنناش اذا نبيعوا فلسطين باش نشريو الصحراء الغربيه. انا كمغربيه باش نفعتني الصحراء الغربيه؟ عمرني ما مشيت لها. حتى التمر اللي كناكلو التمر ديال الجزائر وتونس، يعني باش نفعتني؟ فين عمرني شفتها؟ انا اول مغربيه غادي نقول لكم انا الصحراء ما عندي ما ندير بها. الا كان الثمن هو المسجد الاقصى فانا الصحراء المغربيه ما عندي ما ندير بها. غير ياخذوها، اللهم ياخذوها ولا ياخذوا المسجد الاقصى. ومن بعد شنو ياخذوا الكعبه، ياخذوا مكه، ياخذوا المدينه المنوره. وصافي، راه المسجد الاقصى من مقدساتنا، اول القبلتين وثالث الحرمين. كيفاش اننا نسمحوا فيه بهذه البساطه هذه وبهذه الشناعه هذه؟ ما يمكنش. انا كمغربيه كنقول انني ما باغاش تطبيع مع اسرائيل، انا ضد التطبيع مع اسرائيل. والدوله ديالنا المغربيه وحكام الدوله المغربيه وكاع الوزراء والملك واللي بغى يكون ما رجعوش لينا، ما هضروش معنا، ما خداوش راينا. واش حنا باغيين نطبعوه؟ حنا ما باغيينش نطبعوه. السلام عليكم. خسر البيع. ده ملخص كلمات تلك المواطنة اللي حقيقة يعني إذا جاز لينا إن إحنا نزعم، لا تعبر عن نفسها بل تعبر عن هذا الشعب، واللي بنزعم إن إحنا نعلمه تمام المعرفة. هكذا نزعم، زي ما إحنا بنزعم إن إحنا عارفين الشعب الجزائري تمام المعرفة والشعب التونسي. خسر البيع. لا يوجد بضاعة تقدر تحطها، لا يوجد بضاعة في العالم بالنسبة لنا ممكن تحطها في كفة الميزان أمام المسجد الأقصى فالبضاعة تطب أو توازنه. لا يمكن بضاعة توازن المسجد الأقصى. بحال مكة، بحال الكعبة، بحال المسجد النبوي في المدينة المنورة، راه ثالث الحرمين وأولى القبلتين. فكيف لنا أن نبيعه؟ هو لا يباع ولا يشترى، ونقول لكم خوتي المغاربه، عندكم تقولوا احنا ما عندنا ما كنديروا. وانا راه اكلت يوم اكل الثور الابيض. نهار اللي تمكن فلسطين وما تبقاش، قراو على المغرب السلام وعلى كاع الدول العربيه. الى متى هذا الذل؟ الى متى هذا الهوان؟ شحال غادي نبقاو ساكتين؟ شنو غادي نقولوا؟ شنو نقولوا لولادنا؟ شنو نقولوا الاجيال القادمه؟ بعنا المسجد الأقصى من أجل حفنة رمال. راه والله ما ترجع لكم الصحراء الغربية بالذنوب خوتنا الفلسطينيين. أنا مغربية سميتها حليمة السايح، وكنقول أنني كنرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن الحكومة المغربية ما هضرتش بالاسم ديالي وما هضرش بالاسم ديال العائلة ديالي. عائلتي كلها فاس رافضة التطبيع.
ولا جيتي تسول اي شخص في الشارع راه مغربي راه في الطبيعة ما عندوش، يعني ما كاينش واحد المناقشه في هذا الشيء هذا. وخوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكنقول لكم ربنا لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا. والسلام عليكم خوتي الفلسطينيين. سمحوا لنا بزاف ما عرفناش كيفاش نديروا، نطلبوا منكم ونعتذروا منكم، سمحوا لنا بزاف. حليمة عبرت عن البيوت المغربية أصدق تعبير، ويشاء القدر أن نفس كلمات حليمة اللي قالتها أو هكذا يبدو بمنتهى الطبيعية ويعني بتتكلم بلا اصطناع. هي نفس كلمات الشهيد بإذن ربي وجمال خاشقجي. حليمة تحدثت عن المسجد الأقصى، قالت بأي ثمن بكرة يبقى الحرم المكي والحرم النبوي. وهي نفس الكلمات اللي استخدمها الشهيد بإذن ربه جمال خاشقجي في هذا الاستديو مع شخصنا المتواضع. في جملة اعتقد قالها أردوغان، اللي بيتنازل عن القدس يتنازل عن الحرمين أو شيء كذا. صحيح، أنت حضرتك أدق. نعم فعلا. والجملة هذه يعني أعتقد صحيحة، لأن القدس مكملة للحرمين الشريفين، لا يغضب أحد منها. الجملة صحيحة، المفترض إحنا كسعوديين أن نقولها. نحن السعوديين لن نتنازل عن الحرمين، لن نتنازل عن القدس، لأنها عندنا مثل الحرمين. أنا ممكن الأمير محمد يقولها، أنا كابن خادم الحرمين الشريفين القدس لا تقل عندي قيمة وأهمية عن هذين الحرمين، وأنا لا تكتمل مشروعيتي إلا بالقدس. أيضا نحن بنطبع صورة القدس على العملة النقدية السعودية من فئة 50 ريال منذ أعتقد وفاة الملك فيصل. القدس نسميها وصية الفيصل، فلماذا الله يرحمه نضيق بهذه الجملة؟ جملة صحيحة. في جملة اعتقد قالها الله يرحمه ويتقبله من الشهداء ويجمعنا به في الفردوس الأعلى. الحزن يخيم على البيوت المغربية، بل وعلى الأغلبية العارمة، الأغلبية من هذا الشعب المغربي. حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. شدوهم هاجي. حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. وبيانات صدرت من جهات كتيرة ترفض التطبيع شكلا ومضمونا. رابطة علماء المغرب بترفض التطبيع، ان احتلال فلسطين هي قضية المسلمين جميعا، وان تحريرها من المحتل واجب ملقى على عاتق البلدان الإسلامية كلها، لا مندوحة لأحد في التملص منها. فيش أي عذر لأي حد ان هو يتملص من تلك القضية. دول رابطة علماء المغرب. كيان الصهيوني عدو للأمة، محتل غاصب لأرضها المقدسة، ولا يجوز لمسلم أن يعتبره صاحب حق، وأي كلام يخالف ذلك هو خيانة لقضية الأمة وتزوير للتاريخ والشرع وترسيخ للظلم والطغيان. إن الحكومات في الدول الإسلامية ألا تتساهل في قضية فلسطين تحت أي مساومة أو ضغط داخلي وخارجي، وأن هذا يقوي لحمتها مع شعوبها المطبقة على رفض التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. ده حقيقي، شعوب مطبقة على رفض التطبيع. إن على العلماء والدعاة في كل الأقطار الإسلامية واجب البيان والتحذير من مغبة الوقوع في التطبيع مع الكيان المحتل لمصر نبينا صلى الله عليه وسلم، ومرتكب الجرائم الشنيعة في حق الشعب الفلسطيني، ومواجهة كل الأصوات المدجنة للشعوب المسلمة والمفتئتة
والمفتئتة على الشريعة بتسويغ التطبيع مع العدو المحتل. إن على المسلمين دعم إخواننا الفلسطينيين المرابطين ورفض كل تدليس وقلب الحقائق لوصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب كما ينادي بذلك أذناب الصهاينة، وأن هذا من موالاة أعداء الله ومظاهرتهم على المسلمين. بيان رابطة العلماء اللي بنقوله ده بيان رابطة العلماء المغاربة. إن على الدول الإسلامية أن تسعى لتوحيد صفها وجمع كلمتها ونبذ النزاع والشقاق لتقوى شوكتها ويعرف لها أعداؤها قدرها، فلا ترضخ لإملاءات مجحفة ولا لضغوط مذلة. وختاما نسأل الله أن يوفق القيادة المغربية لإعادة النظر في الأمر فإن هذا سيبقى وصمة عار في جبين بلد قام بواجبه في الدفاع عن قضايا الأمة لعقود. نسأل الله تعالى أن يوفق جميع بلدان المسلمين لما فيه خير الأمة وصلاحها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمين العام لرابطة علماء المغرب العربي، الجمعة 26 ربيع الثاني 1442 الموافق 11 ديسمبر 2020. ده بيان أذكر لحضراتكم إنه مش مكتوب على الشاشة، بيان رابطة علماء المغرب رفضا قاطعا للتطبيع. الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، التطبيع الصهيوني المغربي إساءة إلى تاريخ الشعب المغربي الداعم للقضية. اعتبرت منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعروفة بأطم أن خطوة التطبيع لا يمكن وصفها إلا بالخيانة التاريخية، معتبرة أن المغرب غرس من خلال هذا التطبيع خنجرا مسموما في قلب الشعب الفلسطيني وقلب الشعب المغربي وقلب كل من يؤمن بعدالة القضية وليس في ظهره، في القلب وليس في الظهر. وصفوها بالقلب وليس الظهر. مهما بلغت التطبيعات والصفقات الخاذلة فإن مصيرها إلى زوال، مثل مصير المكائد اللي أسقطها شعبنا الفلسطيني الأبي بصموده وعزته وقوته في الميدان. الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تدين قرار تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، وعليه فإن الهيئة المغربية تدين بكل عبارات الإدانة والشجب والاستنكار لهذه الخطوة الانفرادية غير محسوبة العواقب والتي ستنعكس سلبا على القضية الفلسطينية وستكلف المغرب غاليا من تاريخه واستقراره ومستقبله وعلاقاته الإقليمية. إشادتنا موقف المغاربة الشعب الرافض للتطبيع والمناصر للحق الفلسطيني. منظمة التجديد الطلابي أيضا أصدرت بيان رافض لهذا التطبيع. تعتبر منظمة التجديد الطلابي أن تحرير الأقاليم الجلوية لبلادنا والذود عنها في مواجهة أي أعداء يرجع الفضل فيه بعد الله المعز المذل إلى التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي، وأن الدول الأخرى ليست سوى طرفا في معادلة معقدة لن يحسمها إلا مواصلة السير. نستنكر مقايضة الموقف الأمريكي من قضية وحدتنا الترابية بتراجع المملكة عن موقفها الثابتة والتزاماتها الأخلاقية والسياسية أزاء القضية الفلسطينية، وتعتبر ذلك إساءة للقضيتين معا ومساسا بعدلتهم. حركة الإصلاح، بقول لك بيانات كتيرة جدا وصفت حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة عزم المغرب استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية بالتطور المؤسف والخطوة المرفوضة، مؤكدا على موقفها الرافض والمستنكر لكل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني. واعتبرت الحركة أن ما أقدم عليه المغرب والذي يرأس لجنة القدس الشريف تطور مؤسف وخطوة مرفوضة لا تنسجم مع الموقف الداعم والثابت والمشرف للمغرب. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أعلن جماعة العدل والإحسان التنظيمات المغربية للمقاومة أكثر من جهة حقيقة أصدرت بيانات رافضة قطعا لهذا التطبيع. الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أعلن أيضا رفضه لهذا التطبيع، يدين هذه الخطوة ويؤكد كافة مواقفه الثابتة من التطبيع مع الكيان الذي لا يزال يحتل مسجدنا الأقصى وقدسنا وأرضنا المباركة وجولاننا ويريد ابتلاع البقية.
وهذا الإعلان متفق عليها بضغط من رئيس ترامب، فإن الاتحاد العالمي يعرب عن رفضه وأدانته التي لا تجوز شرعا ولا تتناسب مع مكانة المغرب والذي يرأس لجنة القدس الشريف، بل وتتنافى مع مواقف الشعب المغربي المساند دوما، مواقف الشعب المغربي المساندة دوما للشعب الفلسطيني والمناهضة لكل أشكال الاحتلال والاغتصاب، وأن الاتحاد لا يؤكد بطلان كل اعتراف بدولة الاحتلال أو بشيء من اغتصابها الأرض فلسطين وحقوق شعبها، وعلى رأسها تحرير المسجد الأقصى.